الله وبركاته. مرحبا بكم متابعي ومحبي قناة أمينة جوكر أينما كنتم وأينما وجدتم في هذا الفيديو الجديد. وللناس الجديدة والضيوف الجديدة لا تنسونا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس واللايك التحفيزي. لا تنسوا نشر المقطع بين أصدقائكم لكي يستفيد الجميع. ندخل مباشرة دون طيل عليكم. أن هذا الأسبوع أو في يوم الخميس بالتحديد فهناك الجائزة الأسبوعية وهناك نقاط تشغيل. فيما يخص نقاط التشغيل منذ أن دخل العام الجديد فنقاط التشغيل مختفية في بعض الحسابات. من بين هذه الحسابات وهي الحسابات اليابانية، بعد ما كانت أن الحسابات اليابانية كانت تظهر نقاط التشغيل. ليس موضوعنا نقاط التشغيل، سنعود إليه في آخر الفيديو. في هذا الفيديو سنريكم كيفية إظهار الجائزة الأسبوعية في الحسابات طبعا اليابانية. هذا فيديو سابقا فيما يخص إظهار الجائزة الأسبوعية في الحسابات اليابانية، ورأيت بعض التعليقات يقول لي لم تنجح معنا الطريقة، لذلك اضطررت أن أعيد لكم هذا الفيديو لنريكم الطريقة بالتفصيل كيفية إظهار الجائزة الأسبوعية بعد اختفائها. أول شيء سنريكم أن الحساب لدولة اليابان. سنذهب إلى الحساب ثم نذهب مباشرة إلى الإعدادات. بعد ما نذهب إلى الإعدادات الآن سنذهب إلى الخيار الأول ثم الخيار الثاني لنريكم أن دولة الحساب وهو حساب ياباني، يعني دولة الحساب حساب ياباني وموثق ودائم بطبيعة الحال. نقوم الآن بالعودة بهذه الطريقة ثم نضغط مرة أخرى. ثم ماذا نفعل؟ سنضغط على الجائزة أو على نقاط التشغيل ثم نضغط على الجائزة الأسبوعية. سنجد أن الجائزة الأسبوعية مختفية بعد ما كانت متواجدة معنا. يعني الجائزة الأسبوعية كانت متواجدة معي في الأسبوع السابق والأسبوع الذي قبله، ولكن في هذا الأسبوع عندما تدخلون، والكثير من الناس عندما يدخلون إلى حساباتهم سوف يجدون أن الحساب أو الحسابات الخاصة بهم اختفت منها الجائزة الأسبوعية. كيف نقوم بإظهار الجائزة الأسبوعية؟ أول شيء سنريكم أن هذا الحساب كانت فيه الجائزة الأسبوعية بطبيعة الحال من يوم 2 ديسمبر 2023. حصلنا أيضا جائزة أسبوعية يوم 8 ديسمبر، 15، 29، 5، 12، 19 إلى يومنا هذا، وأيضا يوم 23 فبراير. ولكن عندما دخلنا هذا الأسبوع وجدنا أن الجائزة الأسبوعية مختفية. كيف نقوم بإظهار الجائزة الأسبوعية؟ بشكل سهل وسهل جدا. أول شيء ستذهبون إلى البحث بهذه الطريقة، تذهبون إلى البحث ثم تقومون بالبحث على مدفوع أو تطبيقات مدفوعة، ثم تظهر معكم هذه الواجهة. سوف ننزل في الأسفل بطبيعة الحال ونبحث على بعض التطبيقات التي يتم شراؤها بالمال. يعني ضروري أن تكون التطبيقات مدفوعة، يعني تطبيقات تكون مدفوعة. أول شيء عندنا هذا التطبيق كما ترون، هذا التطبيق بطبيعة الحال مدفوع. لا، نبحث على تطبيق آخر أحسن. المهم أن تتبعوا معي الخطوات. كما ترون هذا التطبيق، هذه اللعبة أو هذا التطبيق، نضغط عليه تجدون أن التطبيق 99 جي بي إيجراد، يعني مدفوع. نقوم بالضغط عليه، تضغطون عليه فقط. بعد ما تضغطون عليه سوف تجدون هذه الواجهة. ماذا تفعلون؟ سوف تقومون بالضغط على الخيار الذي في الأسفل، يعني الخيار الأزرق، تضغطون عليه. بعد ما تضغطون عليه سوف يظهر معكم كتابة فيها أرقام بطبيعة الحال. نقوم بالضغط على تحميل، سنقوم بتحميل الصورة. نقوم بالعودة. ضروري أنكم تحملوا الصورة، إذا لم تقوموا بتحميل الصورة فلن تنجح معكم الطريقة. نقوم الآن بالعودة ثم نبحث على تطبيق آخر مدفوع، مثلا هذا تطبيق أو لعبة لا يهم. نقوم بالضغط عليها، أيضا هذه سعرها 1000. نحن لن نقوم بعمل الشراء، تابعوا معي جيدا كما فعلنا. ثم نقوم بنفس الخطوة وهي الذهاب إلى الكتابة التي في الأزرق في الأسفل. نقوم بالضغط عليها. تقومون بهذه الخطوة مرتين، إذا لم تظهر معكم تقومون ب3 مرات. نقوم بالتحميل مرة أخرى، يعني هنا في الأسفل ستظهر معكم كتابة بالأزرق، تضغطون عليها. الآن قمنا بتحميل صورتين. نقوم الآن بالضغط هنا، ستجدون مباشرة أن الجائزة الأسبوعية ظهرت معنا. مباشرة أن الجائزة الأسبوعية ظهرت معنا، ولكن الآن لن أخذ الجائزة الأسبوعية. ماذا نفعل؟ نقوم بالعودة ثم نضغط على الحساب ثم نقوم بالضغط على الخيار الثالث. كما ترون نضغط على الخيار الثالث ثم ماذا نفعل؟ سوف نقوم بالضغط على الخيار الثالث مرة أخرى، يعني الخيار أيضا الثالث. نقوم بالضغط عليه ثم ننزل في الأسفل ونقوم بالضغط على إلغاء وإلغاء. نقوم بالضغط على إلغاء
كما ترون. ثم نقوم بإلغاء مرة أخرى. كما ترون قمنا بعملية الإلغاء. ثم نقوم الآن بالعودة بهذه الطريقة. ثم نضغط على الحساب، ثم نضغط مرة أخرى هنا، ثم نذهب إلى الجائزة الأسبوعية ونستفيد من الجائزة الأسبوعية. كما ترون حصلنا على الجائزة الأسبوعية، يعني بعد ما اختفت معنا الآن قمنا بإظهارها بشكل عادي. هذا فيما يخص الجائزة الأسبوعية وكيفية إظهارها، شرحنا كل شيء. الآن ماذا نفعل؟ سوف نذهب إلى الحساب الياباني ونتحدث فقط أو بعض الملاحظات فيما يخص نقاط التشغيل. إلى حساب ياباني تظهر فيه النقاط، يعني دائما تظهر فيه النقاط. لنشرح بعض الخطوات. عندنا هذا الحساب لدولة اليابان، تظهر فيه نقاط التشغيل دائما كما ترون. ثم نذهب الآن إلى 3 نقاط هنا. كما ترون نقاط التشغيل لم تظهر معنا إلى يوم 15 ديسمبر 2023. يعني 15 ديسمبر 2023 لم تظهر معنا النقاط هنا. ظهرت أيضا يوم 7 ديسمبر 1 ديسمبر، يعني كانت تظهر النقاط بشكل عادي جدا. و اختفت يوم 15 ديسمبر اختفت معنا النقاط. لماذا؟ لأن بعد دخول العام الجديد يعني هناك كثير من التطبيقات لا تقوم بترويج لي، أو بعض أصحاب التطبيقات لا يقومون بترويج للتطبيقات الخاصة بهم، لذلك يكون هناك نقص كبير في الترويج يعني في بداية العام. لذلك سوف تكون هناك نقاط تشغيل بعد مر تقريبا 4 أشهر أو 5 أشهر، وتظهر النقاط بشكل عادي كما كانت. كان هذا الفيديو الخاص بنا اليوم. أتمنى الفيديو قد نال إعجابكم. إلى فيديوهات قادمة إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه. لا تنسونا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام.